بص يا سيد، احنا هنيجي قبل الامتحان بيومين ثلاثه ال 75 واحد هنديهم شهاده اشبه ما يكون العقد اللي بيلزمنا احنا كطرف اول بتكفل جميع المصاريف للكليه الاهليه اللي هو هيخشها، اللي احنا هنختارها بناء على موقعه الجغرافي. انت ساكن في على سبيل المثال مدن القناه، يبقى الجامعه الاهليه بتاع جامعه قناه السويس. لا قدر الله انت مش متواجد في محافظه ما فيهاش جامعه اهليه، نبتدي ندور على كليه جامعه خاصه معذره قرب المكان بتاعك او اللي هي المحافظه بتاعتك. خلاص، المهم هيحصل ما بيننا العقد ده بنلزم احنا بيه نفسنا، عشان ما تجيش تقول ايه يا جماعه ما انتوا بعد سنه ممكن تقولوا لي لا والله يا جماعه احنا مالناش دعوه بحد، احنا نسيناكم وبعد ما دخلتونا الكليه ودفعتوا لنا مصاريف اول سنه. لا يا قلبي، انا هلزم نفسي بعقد معاك مع ال 75 واحد. انا بقر في هذا العقد ان انا ملتزم بايا كان السنين الدراسيه للكليه، لان على حسب الكليه انت داخلها، كليه طب ايا كان عدد سنينها مختلف عن كليه هندسه الى اخره. فانا بلزم نفسي كطرف اول ان انا ملتزم بدفع المصاريف طول ما انت في الكليه، اللي هي المراحل الدراسيه بتاعتك كلها، تمام؟ مش جزء منها وجزء منها، انا متكفل بيها كلها. حلو، وبحط شويه التزامات تضمن لك ان انت داخل الامتحان قبل الامتحان بتاعك بيومين ثلاثه واحنا واخدين الشهاده اللي تثبت ان حضرتك طالب تستحق. خلاص، دخلت الكليه بتاعتك، جبت المجموع بتاعها، خلاص انت جبت المجموع، فانا هنا حققت لك الجزء بتاع الامان والضمان. ما جبتهاش، يبقى انا ساعتها دوري اللي انا هتدخل بناء على العقد او بناء على العقد اللي احنا مضيناه او اللي انا مضيته على نفسي معاك وسلمته لك، ان انا متكفل بمصاريفك. هنختار جامعه اهليه قرب المنطقه الجغرافيه بتاعتك فيها الكليه اللي انت عايزها، اللي احنا متفقين عليها اصلا مسبقا انا وانت. انت قايل انا عايز اخش الكليه دي قبل ما نمتحن، فهي دي ان شاء الله باذن الله بناء على الشعبه بتاعتك هندخلها لك. خلاص تمام. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن فكرة منحة دراسية مش عادية خالص. فكرة معمولة عشان تكون زي بوليصة تأمين، تحمي تعب ومجهود الطلاب الشاطرين من تأثير يوم واحد سيء في الامتحانات. لأي حد مر بتجربة الثانوية العامة، الخوف ده حقيقي جدا. سنين من المذاكرة والتعب، وممكن في لحظة توتر واحدة أو بسبب أي ظرف طارئ وقت الامتحانات كل ده يتهد ومستقبل الطالب يتغير تماما. السيناريو ده للأسف بيتكرر كتير وبيوجع القلب، وهو ده بالظبط المشكلة اللي واحد من رجال التعليم في مصر قرر إنه لازم يلاقي لها حل. طيب إيه الحكاية بالظبط؟ خلونا ندخل في تفاصيل القصة دي. هنمشي في شرح الفكرة دي خطوة خطوة. الأول هنفهم طبيعة المشكلة، بعدين هنشوف الحل عبارة عن إيه وإزاي بيشتغل وإيه الشرط الأساسي بتاعه، وفي الآخر خالص هنعرف إيه هو الهدف الأكبر من كل ده. أولاً وقبل أي حاجة لازم نحدد بالظبط مين هم الطلاب اللي المبادرة دي بتستهدفهم، عشان دي هي نقطة البداية اللي هنفهم منها أساس المشكلة. وهنا بقى النقطة الجوهرية كلها، وهي التفرقة بين نوعين من المجهود. في مجهود حقيقي اللي هو مذاكرة مستمرة وحل امتحانات وفهم للمادة، وفي مجهود وهمي اللي هو مجرد شكوى وقلق وتضييع وقت. البرنامج ده متصمم حصرياً للنوع الأول، للطلاب اللي مجهودهم حقيقي وملموس. طيب من هنا بنوصل للحل. الحل عبارة عن منحة، بس هي مش مجرد عمل خيري، لا، هي أقرب ما يكون لبوليس التأمين على المجهود ده. كل سنة البرنامج ده بيختار ويدعم 75 طالب وطالبة من الطلاب المجتهدين دول. يعني ايه بوليس التأمين؟ ببساطة لو الطالب تعب واجتهد طول السنة لكن يوم النتيجة مجموعه كان أقل بحاجة بسيطة من الكلية الحكومية اللي بيحلم بيها، المنحة هنا بتتدخل وتغطي له مصاريف كلية خاصة أو أهلية في نفس المجال بالظبط. والدعم ده مش مجرد كلام، ده بيتحول لعقد رسمي الطالب بيستلمه في ايده قبل ما يدخل الامتحانات. تخيلوا كمية راحة البال اللي ده بيديها للطالب وهو داخل على أهم مرحلة في حياته. دي شبكة أمان نفسية حقيقية. طيب السؤال المهم، إزاي بيتم اختيار ال 75 طالب دول من وسط آلاف المتقدمين؟ الموضوع مش سهل خالص. العملية عبارة عن سباق صعب على 4 مراحل، ومتصمم مخصوص عشان يفلتر ويطلع بس الناس اللي مجهودها حقيقي ومستمر، ويمنع أي فرصة للغش. ده بيورينا قد ايه الموضوع جيد. ده ماراثون مش سباق 100 متر، وده بيضمن ان اللي بيكسب في الاخر هو اللي اجتهد بجد على مدار فترة طويلة. طيب ممكن حد هنا يسأل سؤال منطقي جدا، لو الطالب خلاص خد الضمان وعارف انه مقبول في الكلية اللي هو عايزها، ايه اللي يخليه اصلا يتعب نفسه ويذاكر الامتحانات النهائية؟ وهنا بتيجي الإجابة في قاعدة بسيطة وذكية جدا، قاعدة 8%. القاعدة دي بتقول إن المنحة هتشتغل بس لو الفرق بين مجموع الطالب والمجموع المطلوب للكلية فرق معقول، يعني ما يزيدش عن 8%. وده بيضمن إن الطالب مش هيتكاسل وإن البرنامج بيكافئ المثابرة مش الاستهتار. عشان نفهمها أكتر بصوا على الجدول ده. الطالب الأول مجموعه أقل من المطلوب ب5%، وده فرق مقبول، فالمنحة بتتفعل. لكن الطالب التاني مجموعه أقل ب10%، وده فرق كبير بيوحي بأنه ما بذلش المجهود الكافي بعد ما أخذ الضمان، وهنا المنحة مش بتتفعل. ودلوقتي نيجي للجزء الأخير والأهم. هل الهدف من كل ده هو بس إننا ندفع مصاريف الكلية للطلاب؟
لا طبعا، الهدف أعمق وأكبر من كده بكتير. النقطة الحاسمة هنا هي إن الهدف هو تغيير ثقافة كاملة. بدل ما التركيز كله على الخوف والرعب من امتحان واحد مصيري، يكون التركيز على تقدير ومكافأة لرحلة التعب والاجتهاد كلها. في النهاية المبادرة دي هي استثمار في ثقافة مجتمع بحاله، ثقافة بتقدر التعليم وبتقدر المجهود المستمر. المبادرة دي بتقدم إجابة ممكنة للسؤال ده، وتسيبنا كلنا نفكر إزاي ممكن نقيس ونكافئ الحاجات اللي ليها قيمة حقيقية في التعليم، زي المجهود والمثابرة.